جه العيد قدامك طبق الكحك وشغال على التلفزيون مسرحية العيال كبرت أو مدرسة المشاغبين أو ألاباندا. في الأغلب أنت شفتهم 100 مرة قبل كده، ولكن كل مرة بتضحك وبتتبسط. ايه الكلمة من هنا 60 ليلة دي؟ ايه الكلام ده؟ الكلمة دي بس ازاي؟ ليه كلنا بنحب المسرحيات دي؟ وليه اصلا ما بقاش في مسرحيات جديده؟ واكيد كتير منكم ما بيقدرش يكمل المسرحيه للاخر، زي ألاباندا مثلا 5 ساعات. ليه طويله كده؟ في الفيديو ده هحكي لك عن قصه المسرحيات دي وصناعتها، وعن المسرح نفسه وازاي كان حاجه مهمه في حياه الشعب المصري وبعدين اختفى تماما. المسرح ابو الفنون، الحاجه الوحيده اللي ممكن تنجو من ان يتم استبدالها بالاي اي. لو قلنا ان كل فن ليه شكل اولي وتطور بعدين، فالمسرح هو الشكل الاولي للسينما والمسلسلات. روايه بتتحكي بس بشخصيات بيمثلها ممثلين، عرض حي حرفيا. المسرح من قديم الزمان موجود. زمان المسرح كان عباره عن خروجه، بس خروجه غاليه شويه، اسعار التذاكر كانت غاليه جدا. مسرحيه ألاباندا مثلا تذكرتها في سنه 1998 كانت ما بين 20 و30 جنيه لحد 125 جنيه. ده كان رقم كبير. الموظف الحكومي حديث التعيين وقتها كان بيتراوح مرتبه ما بين 150 ل 180 جنيه في الشهر. فلو اب خد اسرته المكونه من 5 افراد يكون صرف مرتب الشهر كله، وقدام السعر الكبير ده كان لازم يبقى فيه قيمه كبيره او كم كبير. فالمسرحيات كانت بتبقى متنوعه، استعراض على فصول كتير، بحيث المشاهد يكون حاسس انه دفع فلوس وخد قدامها ما يستحقه. وده قدام هيكون واحد من اسباب انتهاء المسرح، بس هنتكلم عنه اكتر بعدين. المسرح زمان كان عبارة عن سين كده على جنب مستقل بذاته، بسبب طول عرض المسرحيات قبل ما تتصور، فما كانش كل الناس بيجي لها فرصة تشوف المسرحيات أو تعرف عنها أو تشوف ممثلين جداد عاملين أداء كويس. مسرحية مدرسة المشاغبين مثلا قعدت 6 سنين تتعرض. العيال كبرت 4 سنين بعدين اتصورت. الزعيم واللي تعتبر حالة استثنائية أنا الزعيم كملت 10 سنين عرض قبل ما نشوفها على التلفزيون. طبعا هتحس ان ده وقت كبير، هو وقت كبير، بس لو رحنا لامريكا مثلا هتلاقي حاجات افظع. مسرح برودواي في مسرحيات بتتعرض بتوصل لل50 وال60 سنه، بل على حد علمي المسرحيات مش بتتصور اصلا، فيا لحقت تشوف المسرحيه يا خلاص انتهت للابد. ولكن من قريب في مسرحيه اسمها هيملتون اتصورت كامله، خطيره، ممكن تشوفها لو حابب تعرف اكتر عن مسرح برودواي. بس دول ناس مجانين. خلينا نرجع لمصر. طول عرض المسرحيات كان حلو ومهم قوي لجوده المسرحيه. اول يوم عرض المسرحيه دايما مختلف تماما عن اخر يوم، ارتجال، تغييرات، تطور حي للمسرحيه، شبه الطفل اللي بيتولد وبيكبر مع الوقت. تعالوا نعرف ده كان بيحصل ازاي مع حكايه المسرحيات. مسرحيه هختار كم مسرحيه مرتبطين اكتر بالعيد، واول مسرحيه هنبدا بيها هي مدرسه المشاغبين. مدرسه المشاغبين تعتبر هي بدايه الشكل اللي كلنا نعرفه للمسرح دلوقتي، علشان هي اللي يعتبر ادخلت لغه الشارع والارتجال الطويل والخروج عن النص، بجانب انها كانت بدايه للنجوم الشباب وقتها او الجيل الجديد اللي هيفضل مسيطر سنين طويله جدا. جيل عادل امام وسعيد صالح واحمد زكي. سنه 1973 المسرحيه في الاساس كانت مترجمه عن مسرحيه فرنسيه اسمها المدرسه الجديده، من انتاج فرقه الفنانين المتحدين اللي اسسها المنتج العملاق سمير خفاجي، اللي هيبقى ليها دور كبير في بيزنس المسرح قدام، وهينتج مسرحيات مهمه زي شاهد ما شافش حاجه، سيدتي الجميله، انها حقا عائله محترمه. بجانب طبعا قرروا بانتاج المسرحيه دي بشباب لسه مش معروفين، زي الولد الجديد ده عادل امام، ولا الولد المغمور التاني ده احمد زكي. انا قلت لكم ان انا بعت اغاني للولد ده اللي اسمه هاني شاكر. المسرحيه برضو كانت من اخراج جلال الشرقاوي، ده مخرج مسرحي مهم قوي. وطبعا زي ما قلنا اول يوم عرض غير اخر يوم عرض. المسرحيه اتعرضت 6 سنين، برغم كان مخطط لها انها تتعرض 2 شهور بس. الارتجال والتغيير في النص خلاها مسرحيه تانية، في ادوار كبرت وادوار صغرت. من الحاجات اللي مكتوبه في مذكرات جلال الشرقاوي ان عادل امام مثلا ما كانش مبسوط من دوره، وحاسس ان الضحك كله عند سعيد صالح ويونس شلبي، بل وكان رافض يشارك في المسرحيه، اللي لو كان حصل كان ممكن مشوار عادل امام يختلف تماما. الارتجال جميل وبيضيف جدا للمسرحيه حاجات كتير، طلعنا حاجات على الهوا، ولكن طبعا مش كل الارتجال حلو. في هارموني لازم كان يبقى مظبوط، عشان لو كل واحد بقى فتح ما كانش هنخلص يعني. من الحاجات الصحيه في المسرح هي التجريب، بيقدروا يجربوا كل الافيهات الممكنه، وبيقرروا مع الوقت ايه اللي هقوله العرض الجاي وايه اللي مش هقوله. ولكن برضه ليه مساوئ كتير جدا. المسرح عمل جماعي، مش شرط لما انت ترتجل كممثل الممثل اللي قدامك يقدر يواكب ده، لانه خروج عن النص المتفق عليه، وبيبقى دايما مفاجئ لاي حد. وبسبب ده طبعا في كل المسرحيات كان بيحصل خناقات ومشاحنات. سهير البابلي مثلا انسحبت كذا مره بسبب مفاجآت عادل امام وسعيد صالح ليها، وحكت بعدين انهم كانوا مجننينها، وعيطت مره بسببهم. كنا عيطت منه. لا سيب بابلي اول ما تعيطش. جابوا مكانها ميمي جمال، وفي مره تانية جابوا مكانها نيلي، ولكن رجعت تاني. واللي مشي مرجعش كان عبد المنعم مدبولي، واللي كمل بداله حسن مصطفى. المسرحيه اتصورت بالابيض والاسود، ودي النسخه اللي شفناها.
وكان مقرر تصويرها تاني بالالوان. كان وقتها احمد زكي هو كمان مشي واعتذر وتم استبداله بمحمود الجندي، وكانت هتتصور فعلا لكن ما اتصورتش، ما فضلش منها غير النسخه اللي كلنا شفناها. المسرحيات كانت طويله جدا، عارف اكيد معظمكم ما كملهاش وما يعرفش النهايه حصل فيها ايه من اساس اصلا. ده ملخص سريع لقصه المسرحيه. مدرسه ثانويه حكوميه فيها فصل كله طلاب فاشلين، المدرسه عاجزه تماما عن السيطره عليهم لدرجه انهم طفشوا كل المدرسين، والناظر استسلم ليهم وبقى يجاملهم عشان يتقي شرهم، لان اهاليهم شخصيات واصله وغنيه الى حد ما. لكن بتوصل مدرسه جديده وبتقرر انها تغير فيهم باسلوب مختلف، نفسي وتربوي اكتر، مش تعنيفي بدل العقاب والضرب. انا عايزه اثبت ان مفيش انسان مجرم بطبيعته، ده جزء من رسالتي في الدكتوراه يا فندم. بتحاول تفهم مشاكلهم الشخصية ونقاط ضعفهم، وبحكم انها مش كبيرة في السن بتحاول تقرب منهم كصديقة، ولكن ده مش بيكون سهل. الطلبة بيبدأوا بالمقاومة بأسلحتهم المعتادة، السخرية وقلة الأدب والمقالب، واللي بصراحة هي أكتر حاجة بتضحك، وبيحاولوا يطفشوها زي ما طفشوا كل المدرسين اللي قبلها. ولكن مع الوقت أسلوبها بيجيب نتيجة، قدرت تكسر الإيجو بتاع مرسي الزناتي واللي كان ليه أثر كبير على الفصل كله، بما إنه كان الزعيم التاني بعد بهجة الأباصيري للفصل. احنا نروح الاسم بقى أحسن بصراحة. وللأسف أحمد أطيب واحد وأشطر واحد فيهم بيقع ضحية واحدة من ألاعيب مرسي وبهجة، وبيترفد من المدرسة برغم إن باقي الفصل مختلف عنه، ولكنهم كلهم بيحبوه لأنه في الأول في الآخر واحد منهم. مازال بهجة مصر على تمرده، ولكن أستاذة عفت بتعرف تلمس فيه حتة. انت شاب كويس جدا يا بهجة. لا أنا شاب وحش أوي. شخصية بهجة عامة باين إنه ذكي، مش فاشل علشان غبي، لكن مش حابب يكون متسيطر عليه، هو بيحب يكون هو الشخص المسيطر، وده بينعكس طبعا في كونه الزعيم بتاع الفصل. سبب فشله هو سلطوية المدرسة العقيمة والنظام التعليمي العقيم. أستاذة عفت قدرت تعمل معاه حوار، الحوار مشوه من إفيهات خطيرة من عادل إمام. حسن بيه مين؟ أي حسن بيه، أنا ماليش دعوة. بس في الآخر قدرت تقنعه، ولكن بيحصل صدام ما بينه وما بين مرسي، وفي لحظة دفاع عن رأيه ودفاع عن الأستاذة بيضرب صاحبه. لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك يبقى كلمها كويس. الناس بتضحك، انا بضحك برضه. المدرسه بتحاول ما تكونش سبب في تفريقهم عن بعض، وبتحاول تتدارك الموقف لحد ما فعلا كل حاجه بقت تمام، وقدرت تقنعهم انهم يتقبلوها تماما. لحد هنا بقى اعتقد كلكم ما بتكملوش بسبب الاستعراض اللي جاي. مش عارف ليه معظمنا ما كانش بيطيق اي استعراض في اي مسرحيه برغم ان هو مهم في المسرح، ولكن ممكن بسبب اننا جايين نتفرج علشان نضحك، مش طالبه معانا خالص باغنيه. الاستعراض من وجهه نظري دايما كان بيتم استخدامه في المسرحيات لو عاوزين نختصر احداث كتير في وقت قصير، او نخلي حد يعمل اكسبوزيشن عن نفسه بدون ما يكون بيخاطب الجمهور بشكل مباشر. فلو عمل كده وسط استعراض هتبقى مبلوعه شويه. المهم الاستعراض كان عن الطلاب هما بيتكلموا عن احلامهم وعن مواهبهم وطموحهم بعدين وبشكل مختزل. كل ده لو حصل من غير استعراض كانت المسرحيه هتبقى 6 ساعات، فمش مشكله. المهم نهايه المسرحيه كلهم بيتخرجوا وبينجحوا، واحمد بيرجع وبينجح، وبتحصل وداعيه للاستاذه وبتنتهي المسرحيه. طبعا المسرحيه نجحت، ولما اتعرضت في التلفزيون نجحت اكتر، واللي تسيد المسرح بعدين هو الجيل الجديد. عادل امام بعد المسرحيه دي قرر يشتغل لوحده، عمل مسرحيه شاهد ما شافش حاجه. وسعيد صالح بعد كام تجربه ما نجحتش قوي في سنه 1977 اشترك في الاسطوره الخالده، اهم مسرحيه هنتكلم عنها النهارده، العيال كبرت. اتفضل احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. شاهد ما شافش حاجه والعيال كبرت كانوا بيتعرضوا في نفس الوقت. الاتنين كانوا من انتاج فرقه الفنانين المتحدين. لو ما كانش عادل امام قرر التفرد كنا ممكن نشوفه في العيال كبرت. ممكن اللي هقوله ده ما يكونش راي متفق عليه، بس بالنسبه لي دي اهم مسرحيه في تاريخ المسرح، وطبعا ده بالنسبه لموضوع حلقتنا، المسرحيات اللي بتتعرض في العيد. تمام، نكمل. العيال كبرت من انتاج فرقه الفنانين المتحدين مع المنتج سمير خفاجي، كتبها المؤلف الكبير بهجت قمر، واللي طبعا كلنا عارفين ابنه ايمن بهجت قمر، واخراج سمير العصفوري. اشهر واهم المسرحيات في تاريخ مصر من اخراجه، حزمني يا بالو، ألاباندا، وكده اوكي. وابطال المسرحيه يونس شلبي في دور عاطف، واللي يعتبر استكمال لدوره في مدرسه المشاغبين، حسن مصطفى في دور رمضان السكري، احمد زكي في دور كمال، دور اكبر بكتير من دوره في مدرسه المشاغبين، وفي دور الام نبيله السيد، ايوه قبل كريمه مختار، لعبت الدور 3 سنين لحد ما اعتذرت وجه مكانها كريمه مختار. وناديه شكري في دور سحر، واللي لعبت الدور الاول كانت مشيره اسماعيل، بتقول برضو انها لعبت الدور حبه حلوين، بل في نسخه متصوره بيها بس اتمنعت علشان كان فيها خروج عن النص. نفسي الاقي النسخه دي، دورت بكل الطرق معرفتش اوصل لحاجه. وسعيد صالح في دور سلطان، الاخ الكبير، المايسترو بتاع المسرحيه. وزي ما قلنا اول يوم عرض غير اخر يوم
عرض. زي ما قلنا تطور المسرحيه على مدار سنين عرضها عمليه مبهره شويه. في اغلب الحالات عرض المسرحيه بيبقى يومي، الممثلين كل يوم بيجوا لمده 3 ساعات 4 ساعات يمثلوا نفس المسرحيه بنفس الادوار بنفس الكلام بنفس الاحداث. يمكن يبان لك ممل، وهو ممل، بس الملل مش دايما حاجه وحشه، الملل تقريبا هو سبب معظم الانجازات. لو انت ما ملتش مش هتقعد تفكر وتفكر لحد ما تطلع فكره جديده. نيوتن ما كانش هيكتشف قانون الجاذبيه. وكذلك في الفن، كل مسرحيه او اغنيه او اي عمل حلو وعايش هو نتاج محاولات وتكرار. زي ما الطفل بيتعلم الكلام من السمع والتكرار. Say dada. Say dada. المسرحيه مع الوقت بيتضاف لها افيهات، بتشوف الممثلين مع الوقت بينسوا نفسهم وبيتحدوا مع الشخصيه اللي بيلعبوها. سعيد صالح بيبقى فعلا سلطان، الاخ الكبير المستهتر الغير مهتم بالتعليم. الشخصيه بتتحول مع الوقت لشخصيه حقيقيه من لحم ودم قدامك. يعني مثلا مشهد الجواب، المشهد كان مكتوب ان الولاد بيقع في ايدهم الجواب وبيقروا وبيكتشفوا ان والدهم هيسيبهم وهيسافر وهيتجوز، لكن تفاصيل التلعثم قد حجزت لك كرزطان ذكرت طنطا والتعليقات على كل كلمه في الجواب دي كلها من تطوير سعيد صالح. رمضان بطيخه بامون امور. اولا على مدار البروفات، وثانيا على مدار العرض اليومي للمسرحيه، وده استنتاج لاني معرفتش اوصل للنص الاصلي باي طريقه. والاناشيد من تأليف يونس وسعيد صالح. تأليف يونس وسعيد. المشهد وهو بيحكي على العلقة اللي كلها كان من تأليفه، واللي حسن مصطفى هنا بيقول إن كان المؤلف عبد الرحمن شوقي ده اللي كتب دبلجة لايون كينج ساعده في البناء. بيساهم أحيانا في بعض البناءات مع سعيد وهو بيقعد معاه. أحمد زكي كان مميز قوي هنا، طريقة ضحكه كانت خفيفة وجميلة وبيضحكني جدا الحقيقة. بابا نعم الله عليك. من رأيي من أسباب قوة المسرحية دي عن مدرسة المشاغبين هو شموليتها من حيث كل حاجة، من أول الممثلين والأدوار. دور الأب اللي ملعوب حلو قوي من حسن مصطفى، وهو دايما الرياكشن اللي بسببه بنضحك في الأساس على الإفيهات. كريمة مختار الأم الغلبانة، عاطف الولد الصغير المفروض يعني، وأحمد زكي صوت العقل في المسرحية، وسعيد صالح اللي تقدر تقول هو الاسترايكر بتاع الخطة دي. كلهم بيشتغلوا وبيدوا لسعيد صالح يخلص في الآخر. في كواليس كتير وحاجات كتير، بس للأسف مش قادر أوصل لمصادر تأكدها، فهمتنع عن إني أحكيها. خلينا نحكي قصة المسرحية بشكل ملخص. المسرحية عن عيلة مصرية، الأب رمضان السكري موظف مطحون وزهق من حياته الرتيبة ومن عياله اللي مفيش حد فيهم فالح، والأم كريمة مختار طيبة وساذجة ومنفصلة عن الواقع. سلطان وكمال وعاطف وسحر كل واحد فيهم عايش في عالمه الخاص وضايع. تقدر تقول عيلة مفككة. بتحصل نقطة التحول لما الأب بيتلخبط وبيبدل شنطته بشنطة كمال. كمال بيلاقي في الشنطة جواب غرامي مبعوث لوالده من عشيقته، بتتفق معاه فيه على الهروب وإنه يسيب بيته وعياله ويروح معاها ويتجوزها. كمال بيعرف كل إخواته وبيحطوا خطة لإفشال خطة هروب أبوهم. المهم في رحلتهم في إحباط خطة أبوهم بيقربوا من بعض أكتر. بنشوف محاولات كتير بتبوظ، إنهم يخطفوا أخوهم ويضحكوا على أبوهم، ومحاولة معرفة مين الست دي أساسا. كمال بيقترح إنهم يحسنوا من نفسهم، يخلوا أمهم تتغير شوية، تتدلع على أبوهم. كل المحاولات دي طبعا بتبقى فاشلة لحد ما بنوصل للنقطة اللي مفيش مفر منها، المواجهة. الأب بيواجه أولاده وأولاده بيواجهوه إنهم عرفوا هو مخطط لإيه. للأسف في آخر لحظة الأب مصر على قراره، ولكن بيحصل المونولوج ما بينه وما بين سعيد صالح، وبيسأله طبعا السؤال اللي كلنا سألناه: بتخلفنا ليه؟ وما دام خلفتنا خلاص استحمل بقى، ما بقاش في حاجه اسمها حياتك الخاصه، بقينا جزء من حياتي. وبيقنعوا ان القرار خلاص ما بقاش قراره لوحده، بيبينوا انهم مستعدين يتغيروا علشانه، بل ومتمسكين بيه، وعرفوا قيمته فعلا من وقت ما عرفوا انه قرر يسيبهم ويمشي. وفي الاخر الاب خلاص بيقرر انه يفضل مع اولاده ومراته وفي بيته، بس كده خلصت. خلينا نكمل. مسرحيات تانية كانت بتتعرض في العيد وكلنا بنحبها طبعا، هذكرها بشكل سريع قبل ما نروح للمسرحية التانية اللي هنتكلم عنها اكتر. شاهد ما شافش حاجة طبعا، أسطورة عادل إمام، المتزوجون طبعا، مسرح سمير غانم اللي في ناس كتير بيعتبروه أهم واحد عمل مسرح، تخاريف، ومسرح محمد صبحي وليلين الرملي، ومسرحيات تاني كتير. بس خلينا نجري بالزمن لقدام وننتقل لانطلاقة الجيل الجديد اللي بدايته هتكون نقطة تحول في السينما والمسرح، جيل محمد هنيدي وعلاء ولي الدين. الجيل ده بدأ بأدوار صغيرة في المسرح، سواء محمد هنيدي او علاء ولي الدين. معظم المسرحيات دي ما اتصورتش للاسف او لحسن الحظ، لانه يقال ان في افيهات كتير مكرره. افيه ميه مبلوله مثلا، ميه مبلوله.
محمد هنيدي قاله في كذا مسرحيه. من الحاجات تاني اللي بتثبت او بتدعم فكره ان اول يوم عرض غير اخر يوم عرض هو نجوميه محمد هنيدي اللي كبرت بعدين. يعني مثلا دي مسرحيه اسمها العسكري الاخضر، محمد هنيدي كان عامل دور صغير ومن الاساس ما كانش محطوط على الافيش، لكن لو دورت دلوقتي هتلاقي افيشات كتير حاطه محمد هنيدي يمكن بشكل اكبر من البطل سيد زيان، وده بسبب جذب الجمهور علشان المسرحيه تبيع في نوادي الفيديو. الادوار نفسها، دور محمد هنيدي في حزمني ياه هو بيقول انه كان لا شيء، مفيش حاجه خالص. مع الوقت والارتجال مع حسن حسني بقى من اهم الادوار في المسرحيه. بس كل ده تريفيا، خلينا ندخل على مسرحيتنا الجايه. دخلها بقى. ألاباندا في نفس سنة صعيدي في الجامعة الأمريكية، وبالتحديد قبل نزول صعيدي بشهر، وطبعا كلنا عارفين صعيدي لما نزل عمل إيه. بيتم عرض ألاباندا بطولة محمد هنيدي، علاء ولي الدين، واللي ما كانش موجود في المسرحية، وده تقريبا بيبرر ليه دوره تحسه مقحم وبيظهر من لا شيء كده. شريف منير، هاني رمزي، دينا واللي برضه ما كانتش في العرض، وأحمد السقا وماجدة زكي ومنى عبد الغني. المسرحية كانت من إخراج خيري بشارة، بما إنها مسرحية غنائية في الأساس، لكنه قعد شهرين وما كملش. بعدين جه سمير العصفوري مخرج العيال كبر، ومن تأليف أحمد عبد الله، وده طبعا يعتبر من أهم صانعين كوميديا الجيل الجديد. هو اللي كتب عبود على الحدود والناظر وحكيم عيون والليمبي وأفلام تاني كتير، ومن إنتاج المنتج الكبير عصام إمام، أيوة أخو عادل إمام. كل دول شباب جديد، مفيش حد اتحط في دور بطولة أو دور كبير للدرجات. في منهم اتقدموا قبل كده زي هاني رمزي في مسرح محمد صبحي، شريف منير اللي كان بادئ بدري عنهم وكان بياخد مساحات وأدوار كبيرة، ومحمد هنيدي طبعا اللي قبلها بسنة كان مكسر الدنيا في إسماعيلية رايح جاي. لحد ما نقدر نقول إنها تجربة جديدة وطموح، وطبعا اول يوم عرض غير اخر يوم عرض. بس الموضوع هنا فرط منهم شويتين. في هارموني لازم كان يبقى مظبوط، عشان لو كل واحد بقى فتح ما كانش هنخلص يعني. بصعوبه جدا مهما شفت المسرحيه وشفتها كلها ممكن تفهم القصه. خطوط كتير، حاجات كتير، حاجات ما كانتش موجوده في الاساس في المسرحيه، زي السكتش او السيجمنت بتاع خالة نعيمه ده. لازم يحصل فيه ضحك. سمير العصفوري بص كده قال محمد ما تاخد علاء وتطلعوا تعملوا لنا حاجه في والله العظيم. وكان في بعض الافيهات اللي عدت من الرقابه. Two girls from Havana went to sleep without pajama. Dad! One said to other, can you do as me can do? Yes, I can, but I have no banana. قصة المسرحية باختصار، بجد باختصار، يعني أتمنى أقدر أختصرها أصلا. بتبدأ برمزي وهو بيكسر الحاجز الرابع وبيكلم الجمهور وهو بيحكي عن مسرحيات اللي احنا هنشوفها دلوقتي. ألاباندا مؤلف فاشل ساكن في الحارة، مسرحيته عن الحارة بتاعته وأصحابه. على مدار المسرحية بيطلع كذا مرة وبيجي يحكي لنا أو يدينا كلو عن الأحداث. كل شخصيتين ليهم خط. أحمد السقا بيحاول يتجوز منى اللي جاية من أمريكا، طبعا في الجنسية والسفر مش مؤثر قوي في القصة. شريف منير الضابط الفاشل اللي كل مرة بيتحط في اختيار كان بيختار نفسه وكويس. محمد هنيدي الراجل اللي كان فقير وبقى غني وجاي يهد الحاره ويجددها. بيظهر في اللحظه دي شريف منير وهو بيمسك كويس بالغلط بيهد حيطه بيخرج منها حاتم اللي كان مستخبي سنين طويله وكان هربان من شريف. علشان حاتم يعرف يهرب بيخطف منى، وبننتقل للمشهد اللي بعده، مكان ازرق في اسود. احمد بيجي علشان ينقذها. حول الله يا رب. احمد السقا كان غريب فعلا في المسرحيه. بتحصل مواجهه ما بين شريف وحاتم. شريف كان ماسك مجرم اسمه ابو الروس، مجنون قتل 30 واحد وهو بيسلمه هرب منه، فجاب مكانه حاتم صاحبه علشان شبهه، ولكن حاتم عرف ان شريف عاوز يغدر بيه فهرب وسرق سلاح شريف، وبسبب ده شريف اتوقف عن العمل 5 سنين وفضل 5 سنين بيدور على حاتم او ابو الروس زي ما هو بيقول، وحاتم فضل مستخبي 5 سنين لحد ما كويس جه وطلعه وحصل اللي حصل. القصه مش خطيه وفيها فلاش باكات كتير، وده سبب انها ملخبطه. ايه علاقه الخاله نعيمه بالاحداث؟ رمزي بعدها كان بيسال حاتم كان بيعمل ايه طول ال5 سنين وهو مستخبي، وقال له انه كان قاعد على السرير وبيتفرج على التلفزيون، بل بيدخل جوه التلفزيون مجازيا بقى، ومش عارف المؤلف كان شارب مش عارف. وهنا بيقدموا لنا السكتش بتاع خاله نعيمه. خلينا نرجع للقصه. بشكل غير مبرر رمزي المؤلف وهو بيتكلم مع الجمهور بيقرر اننا نرجع لايام الطفوله ونشوف الفلاش باك للحاره والشخصيات من الاول خالص. بنشوف شريف وهو بيحب كريمه، رمزي وكروانه بتحبه. بنعرف من الفلاش باك ده قصه حب شريف مع كريمه، ولكن بعدين بيستغنى عنها وبيروح يتجوز فتكات علشان يترقى. وهنا بنروح لمشهد الفرح الشهير، اكتر مشهد متشاف في المسرحيه، محمد سانكافولا. واللي ما اعتقدش محدش فيكم ما شافش الفيديو بتاع هادي بسيوني بتاع المراجعه النهائيه للمشهد ده. وبعدها رمزي بيقعد مع كروانه اللي بتقول له حاجه بتشله، انها غسلت ورق مسرحيته اللي بيكتب فيها بقاله كتير، وكمان نشرتها
بالمعنى الحرفي. بعدها برضو بشكل عشوائي بنروح لمشهد تاني وهم بيعملوا عيد ميلاد لحاتم، ومشهد النهايه كريمه بتقرر تبيع بيت ابوها وتعزل، وكويس وحاتم بيدخلوا يبوظوا المزاد ويضحكوا شويه، وشريف بيحاول يصلح علاقته بكريمه ويرجع لها، وكروانه ورمزي بيتجوزوا، وخلاص ما بقاش في ألاباندا. الحمد لله انها خلصت. القصه عبثيه وسيئه، لولا المشاهد الارتجاليه ما كنتش شفتها. انا ولا استفدت حاجه ولا اتبسطت بالقصه ولا اتعلقت بشخصيات ولا بحب الاستعراضات اصلا، واعتقد كلنا بنتفرج بس علشان كم المشهد بتوع محمد هنيدي. وبس في مسرحيات تانية سريعا خلينا نتكلم عنهم. بعدها علاء وهنيدي كل واحد قدم مسرحيه لوحده. هنيدي عفروتو، وعلاء حكيم عيون. وحكيم عيون من المسرحيات المظلومه شويه، في ناس مش بتحبها ابدا واللي مفهوم الى حد ما، بس انا بعشق حجاج عبد العظيم فيها. وكده اوكي برضو كانت تعتبر اخر مسرحيه شاركوا فيها النجوم دي قبل ما يركزوا تماما في السينما. المسرحيه اتغير عليها ابطال كتير. في اعلان كان اللي بيلعب دور منى زكي هي منى شلبي. وخلينا ننهي الفيديو بمسرحيه ممكن نقول هي اللي بدات نهايه المسرح بالنسبه لي، مسرحيه لما بابا ينام. بابا يا ابويا يا ابا يا دادي يا عم الحاج يا عم الحاج. علاء ولي الدين واشرف عبد الباقي وحسن حسني ويسرا. فرقيني الشموع. انا ما خدتش شموع. هو لسه كانوا بيفرقوا دلوقتي انا ما خدتش. كان نفسي اشوفها جدا. المسرحيه بدات 2002. قصه المسرحيه من موقع السينما .com في اطار كوميدي، عمل يناقش قضايا التربيه المثلى للابناء من خلال اب متزمت يفرض قيودا صارمه على اولاده، لكن الاوضاع تتغير تدريجيا بعد التحاق خادمه وثائق بالعمل في المنزل، حيث يسعيان الى تحرير الاسره من تسلطه. وللاسف ما لقيتش تفاصيل الادوار ومين عامل ايه ومين فين. المسرحيه اتعرضت سنه تقريبا وما لحقوش يصوروها بسبب وفاه علاء ولي الدين في سنه 2003. علاء في السنه دي كان عنده مشاكل صحيه كتير. لابس البدله السموكن على شبشب لانه مش قادر يلبس جزمه. كان عنده مشاكل في الشرايين عامله له تضخم في رجله. خبر وفاة علاء ولي الدين كان خبر صادم على الوسط الفني ومصر عموما. فضل لفترة كبيرة ناس كتير فاكراه وبتترحم عليه وما زال يعني. المسرحية وقفت وبسبب حزنهم على علاء ما قدروش يبدلوه بممثل تاني، وللأسف عمرنا ما هنشوف المسرحية دي كانت عاملة ازاي. الله يرحم علاء ولي الدين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع الوقت المسرح بدأ يختفي، وطبعا ده الأسباب بسبب طول وقت المسرحيات اللي ما بقاش مناسب مع الزمن السريع ده، وكمان الأسعار المبالغ فيها اللي برضه ما بقتش مناسبة للوضع الاقتصادي. بجانب اختلاف الأجور، الممثلين بياخدوا فلوس أكتر في المسلسلات والأفلام، فمحدش مضطر يعمل مسرح، وفي نفس الوقت مفيش حد بيتفرج على مسرح. ولكن طبعا كلكم عارفين الباقي، مسرح مصر والتجربة الجديدة اللي ممكن نعمل لها فيديو قدام. وبس ده كل اللي عندي. ممكن نتكلم عن مسرحيات تاني قدام، بس لو الفيديو ده جاب رد فعل كويس. واتمنى تكونوا اتبسطتوا وما زهقتوش مني وما حسيتوش اني بقول اي كلام في اي كلام. وشكرا ليكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقه، وعيد سعيد عليكم.